السلام عليكم. إليك اليوم أطعمة قد يسبب تناولها قبل النوم الكوابيس. يمكن أن تسبب أفلام الرعب ومسلسلات الجريمة المثيرة رؤيتك لكوابيس، بالإضافة إلى التأثير الجانبي لبعض أنواع الأدوية والتوتر والإجهاد المرتبط مباشرة برؤيتك الأحلام المزعجة والكوابيس. لكن هل كنت تعلم أن تناول بعض أنواع الأطعمة قبل النوم قد يسبب لك الأحلام المزعجة؟ هذه الأطعمة تؤثر بشكل مباشر على نمط نومك وتتحكم بأنواع الأحلام التي تراها. وإن كنت ممن يستمتعون بتناول الوجبات الخفيفة قبل النوم، عليك التفكير مليا بالطعام الذي تختاره حتى تتجنب الكوابيس المزعجة. الأطعمة الحارة. وفقا لدراسة حديثة نشرت في مجلة فرونتيرز المتخصصة في علم النفس، فإن الأشخاص الذين يتناولون الصلصة الحارة والأطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم أكثر عرضة لمواجهة الأرق والأحلام المزعجة. فالأطعمة الحارة تعمل على تغيير درجة حرارة الجسم، مما يغير من تكوينات الأحلام. وأظهرت دراسات أجرتها إحدى جامعات أستراليا أن الصلصة الحارة تسبب اختلاف أنماط النوم لأسوأها، حيث تزيد الأطعمة الحارة من اليقظة، مما ينعكس سلبا على نمط النوم ويسبب الأرق والحلم بشكل سيء. الكيك والكوكيز. قيل لنا من قبل أن نتناول الكيك قبل النوم فكرة سيئة، وعندما كبرنا علمنا أنه يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري والبدانة وفي أسوأ الظروف السرطان. لكن ما لا تعرفه أنه قد يسبب الأحلام السيئة كذلك. لذلك من الأفضل تفويت تناول الكعك والكوكيز والبسكويت قبل القفز في السرير. في البحث الذي نشر في مجلة فوربس سايكولوجي، أفادت أن 31% ممن تمت دراسة أحلامهم المزعجة كانوا قد تناولوا الكعك أو الأطعمة السكرية قبل النوم. الجبنة. في نفس الدراسة التي تم ذكرها سابقا، كان لدى الألبان أعلى نسبة مئوية من الأحلام السيئة، أبلغ ما يقارب حوالي 44% من المشاركين عن وجود أحلام ذات طبيعة مزعجة، خصوصا بعد تناول الجبن ومنتجات الألبان الأخرى. وفي عام 2005 أصدر مجلس الجبن البريطاني دراسة ربطت الجبن بالكوابيس. أجري البحث لفضح الأسطورة التي مفادها أن الجبن يمكن أن يسبب بعض الأحلام الرهيبة. استخدم المجلس أنواعا متعددة من الجبن في الدراسة، وأثبت البعض منهم أن الخرافة صحيحة. صلصات السلطة الحلوة. واحدة من الأطعمة الأكثر إثارة للدهشة التي يمكن أن تسبب أحلاما سيئة هي صلصة السلطات وغيرها من الصلصات الحلوة. تحتوي هذه الصلصات على سكريات خفية قد تبقيك مستيقظا طوال الليل أو حتى تزعج نومك. الباستا. تعتبر الكربوهيدرات جزء أساسي من نظام غذائي متوازن، لأن الجسم يحولهم إلى جليكوز، وهذا نوع من السكر. وعلى الرغم من أن الكربوهيدرات مهمة للجسم، فمن الأفضل أن تستهلكها قبل النوم بفترة. وبما أننا نعلم أن السكر يعطل أنماط النوم، فليس من المستغرب أن تفعل الكربوهيدرات نفس الشيء لشخص يحاول تهدئة عينيه ومنحهما قسطا من الراحة. رقائق البطاطس أو الشيبس. نعم، الأطعمة الدهنية كرقائق البطاطس تعتبر ضارة بالصحة لاحتوائها على كمية مرتفعة من السعرات الحرارية، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وفي إحدى الدراسات وجد الباحثون أن تناول رقائق البطاطس تسبب بحصول المشاركين على قسط نوم أقل الراحة، واستيقظوا عدة مرات خلال الليل. الدراسة أشارت أيضا إلى أن 12.5% من الأحلام المزعجة للمشتركين نتجت عن تناول أطعمة دهنية كرقائق البطاطس، حيث يعمل جسمك لفترة أطول عند تناول الدهون ليلا لهضمها، ما يعطل محاولاتك للنوم. المشروبات الغازية. من الناحية الفنية، الصودا ليست من الأطعمة، لكنها بنفس أهمية الأطعمة التي تتناولها. تحتوي الصودا على كافيين مرتفع تجعل من الصعب عليك النوم، وإلى جانب أنها تساهم برفع الوزن وتعرضك للإصابة بمرض السكري، فقد تسبب لك المشروبات الغازية الكوابيس أيضا، لأن الكافيين يحفز الدماغ على العمل، ما يسبب لك الأحلام الغريبة خلال فترات النوم متقطعة ليلا. الشوكولاتة. نعم، لا تستغرب، يمكن أن تؤدي الشوكولاتة إلى تعطيل النوم والتسبب في كوابيس عنيفة تماما مثل الصودا. الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين التي يمكن أن تؤدي بدورها إلى أحلام سيئة لمحبي الشوكولاتة. ومن المعروف أن الشوكولاتة تحتوي على مركبات لها تأثيرات نفسية على الدماغ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الأحلام. من ناحية أخرى،
تبين أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات الأكسدة الصحية، ولكنها تعطل أيضا ليلة نوم هادئة. كما تحتوي الشوكولاتة الحلوة على الثيوبرومين، وهو مركب قلوي يرفع معدلات ضربات القلب، مما يجعلك مستيقظا في الليل. الآيس كريم، هل أنت من عشاق الآيس كريم؟ الآيس كريم مليء بالدهون والسكريات يا صديقي، والجسم ليس لديه ما يكفي من الوقت لحرق أي منها عند تناوله قبل النوم. سوف تضخ الكربوهيدرات بالفعل كمية كبيرة من الطاقة لجسمك أثناء محاولة النوم، مما سيؤدي إلى إرسال رسائل مختلطة إلى المخ تؤدي في النهاية إلى كوابيس. إذا أعجبك الفيديو المرجو أن تضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا حتى تشجعنا على تقديم الأفضل.